السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نحضر معكم سلو. ونبداو بسم الله. عندي الجنجلان نقيتو وغنديرو في اللاطة ونديرو في الفرن يتحمر. عندي كاوكاو توا غنديرو يتحمر، يمكن لكم تحمروه غير في المقلة. انا حمرته، عندي كمية كتيرة حمرتها في الفرن. من بعد ما تحمر خرجته من الفرن. الجنجلان وكاوكاو كنحمرهم بلا ما ندير لهم الزيت. كاوكاو من بعد ما خرجته من الفرن كنقلبو بيدي كيولي ساهل باش يتقشر. عندي إلان، انا السلو كندير فيه حتى إلان لانه فيه فوائد غذائيه كثيره. حتى هو كنحمرو بنفس الطريقه، وكنحمر حتى النافع وحبه حلاوه، غير هما ما كنحمرهمش بزاف، غير كنسخنهم. وبنفس الطريقه كنحمر الدقيق، غير الدقيق كياخد وقت اكثر في التحمار، خصو يبقى يتقلب. هنا من بعد ما حمرته وغربلته عطاني هذا اللون الذهبي. غنجيب واحد الكاسرونه وندير فيها اللوز ونديرو يتغلى لمده 3 ديال الدقائق. هنا من بعد ما تغلى كنقلب اللوز كنلقاه بالزربه كيتقشر، كنقشرو ونشفو. من بعد ما نشف كنجيب مقله كندير فيه الزيت ونخليه حتى يسخن. من بعد ما سخن الزيت غندير اللوز يتحمر. هنا درت اللوز اللي عندي كامل وكنبقى نحركو وما نخليش يتحمر بزاف. اللوز هو تحمر غنحيدو ونخلي اللوز على جنب وندوز باش ندوب الزبده كندوبها تكحيد منها داك اللبن وتغير اللون ديالها. من بعد ما وجدت كل شيء طحنت اللوز، النص طحنته والنص خليته مهرمش. الكاوكاو خليت النص مهرمش والنص طحنته، والجنجلان حتى هو، النافع وحبة حلاوة طحنتهم وغربلتهم. ودابا ندوزو باش نخلطو سلو. وفي نفس الوقت نقول لكم مقادير. عندي كيلو ديال الجنجلان، النص طحنته والنص خليته صاين. كيلو كاوكاو، النص طحنته والنص خليته مهرمش. كيلو لوز، النص طحنته والنص خليته مهرمش. نص كيلو إيلان طحنته وغربلته. جوج معالق قرفة. ونص كوزة محكوكة وغربلتها. مسكة حرة 5 دراهم طحنتها وغربلتها. وعندي 4 المعالق ديال النافع وحبة حلاوة طحونين مغربلين. معلقة ديال الملح. كيلو ونص دقيق. ونخلط المكونات كاملين. من بعد ما خلطت المكونات كاملين نزيد السكر. عندي سكر كلاصي، نزيد 6 المعالق، يعني كاس وربع.
واللي كيبغي الحلاوه يزيد السكر. ونخلط مزيان. من بعد ما خلطت غنبدا نزيد الزبده. الزبده هي اللي ذوبت ولات على هذا اللون هذا. انا درت الزبده ودرت زيت الزيتون. كاين اللي كيدير الزيت ديال القليان اللي تقلى فيه اللوز، انا ما درتوش، درت زيت الزيتون والزبده وكنخلط وكنبقى ندعك في المكونات مزيان تنحصل على القوام اللي بغيت. وملي كيبان لكم راه باقي خاصو الزيت والزبده كتزيدوا بشويه بشويه. باقي خاصو الزيت، زدت الزيت ونخلط. من بعد ما خلطت المكونات مزيان، هذا هو القوام اللي بغيت. السلو ديالنا ها هو وجد. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك.